السلام عليكم، صباح الخير. خاوتي الأهل الحساني عبد الكريم الزقم أكفادو الذكار، اللي ما نعرفهمش الكل، إن شاء الله يا ربي صباح الخير عليكم. والله راني حندير هذا الفيديو يعني فرحان يعني إن شاء الله، وعندي أمل إن شاء الله أني يعني الصوت نتاعي يوصل لكل أبناء هذه المناطق، يعني حساني وما جاورها، الزقم وما جاورها. قوتنا في وحدتنا، قوتنا في وحدتنا. وش نقصد بها أنا؟ هذا عنده هدف سياسي أكثر ما هو اجتماعي، لأن كاين بعض الناس الله يهديهم مازال شاد في هذاك حساني وهذاك زقيمي، والمشروع لازم تديه الزقوم وما تديهش كذا، تديش حساني، والبلدية تلزمتها تديها الزقوم وما تديهاش حساني. والحمد لله هاي العام هذا داها حساني والحساني. وش صرا والو، كل خاوتنا تمشي الحمد لله، والناس تقضي في مصالحها والحمد لله، والأمور ماشية وهانية والحمد لله. والخدامة كل خاوة كي وليدات الزقوم كي وليدات حساني كل خاوة ماشيين. صح سمعت في بعض المناطق هكذا، في بعض المقاهي كيفاش وشوشرة وكذا ومن بعد كذا واحد من حساني، ومن بعد ما كان والو، مصر والو، الحمد لله يا رب. القوة لله عز وجل، والقيادة لله عز وجل. أنا راني قلت قوتنا في وحدتنا في أي مشاريع، ما نضيعوش المشاريع. راه المشاريع مربوطة، كاين مشاريع استراتيجية، يعني مشاريع اجتماعية. مثال مستشفى فيه استعجالات طبية، يعني 24 ساعة 24 ساعة. مثال لازم عنده تعداد سكاني باش تكون عندك حق في هذا المستشفى اللي فيه الاستعجالات الطبية، أو الطبيب يكون متواجد 24 ساعة على 24 ساعة. هذا مربوط بتعداد السكان. كي يجي السبيطار، حسني، الزقم، لازم يكون في كذا، احنا خاطين هذه، ورانا كل سبيطار نستفاد منه. نعطيكم مثال يعني من بلدية أم طيور عندها مستشفى، مش من حقها أصلا أن يكون عندها ذلك المستشفى. مستشفى فيه استعجالات مفتوحة 24 ساعة على 24 ساعة، والطبيب متواجد 24 ساعة على 24 ساعة. ولكن كيفاش المشروع؟ أولا بفضل الله عز وجل، ثاني حاجة بالوعي. مثال نعطيك معلاش، لأن المستشفى كي جاء المرة الأولى غلقوه، لأن كاين بعض في إطار القانون، يعني المدير اللي شاد الصحة في دائرة المغير غلقه لأنه في إطار القانون، من حقه كاين إجراءات. ولكن وقفت رجال وتفتح المستشفى، وعاد في الاستعجالات 24 ساعة على 24 ساعة، وكذلك الطبيب موجود 24 ساعة 24 ساعة. في أي وقت راح تتقلب، في أي وقت راح كاين استعجالات. علاش لأنه تحدنا كي جاو باش يتكلموا على قضية تعداد السكان، وقلنا لهم راه البعاج وأم طيور وسطيل والحمراية والمقيبرة والقرى هذيك وضواحيها كلها راح تستفاد من هذا المستشفى اللي راح يجي في أم طيور، نفتحوه في أم طيور. وفعلا كما الحمراية أقرب نقطة إليهم، يجي يتقلبوا كذا، يتقلبوا استعجالاتهم كلها في أم طيور. هاي 60 كيلو غير 60 كيلو، هاي. وعلى ما يقولوش احنا لازم حتى احنا نديروا، كاينش من هذه، ما العقل ما يتقبلهاش. هذه هي قوتنا في وحدتنا. ونطالب ثاني كذلك الأعضاء في المجلس الولائي ياخذوا هذه النقطة يعني بعين الاعتبار، ويتكلموا عليها في حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم لازمنا نتحدوا. قوتنا في وحدتنا باش نجيبوا المشاريع ونجيبوا كذا. قال اخوي يتكلم، قال لا اخويا، الزقوم وحسانية راهم بلاد واحدة، تعدادهم نفس تعداد موحد. جينا مستشفى، جينا لازم يجي منا مستشفى. مشروع كذا لازم يجينا. آري لازم تكون عندنا آري. كذا 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 إلى آخره. هذه اللي حبيت وسمحوا لي راني أول مرة نطول في الفيديو، لأن قلبي يعني حبيت نفرغ قلبي ونقول يعني فرحان والله العظيم.
ومتفائل على هذا الفيديو إن شاء الله أنه يوصل لخاوتنا إن شاء الله، ويعني ونستفادوا منه الكل، وقوتنا في وحدتنا. وهذه ما نخلوش بعض الناس الله غالب مرضى بهاجس العروشية هذا والأمور هذه. ازقم حسن حسن كانش منها. كل رانا خاوة، كل رانا خاوة، وكل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا من جانب الدين، ويوحدنا الإسلام، ويوحدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وتوحدنا أمة النبي عليه الصلاة والسلام. من جانب السياسي كذلك رانا متحدين، أمة الحساني والزقم والذكار وأكفاد وماذا والغربية وكل، رانا تعداد سكاني واحد. هذا اللي حبينا نوصلوا من الميساج هذا، باش نجيبوا المشاريع ونجيبوا المنشآت ويفتحوا لنا مستشفى. ما يهمش يكون مستشفى في الغربية ولا في حساني ولا في الزقوم ولا كذا. هذا نحن اللي يهمنا الوعاء العقاري اللي راح تديروا الدولة، هي اللي راح تفرضوا وين يكون وكذا لحسب الموقع وكذا، ومش مشكل، ونستفادوا من كل وإن شاء الله كل فرحانين، وزيد يجينا الخير كل ما يكون مشاريع نستفادوا بتعدادنا الموحد. والسلام عليكم.